ايه يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم. واحد بيقول لكم بلغ ثلاثة وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصنا. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي هو انا هعرف سيادتك شغلتك لما مؤاخذه ما تبريش حق كده ولا ايه؟ ما تقول ده اسمك ايه؟ ده الاختلافات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه، انت مين اللي لقح علينا؟ هو انا عشان جبت لكم دغري ابقى بتلاقى عليكم حاجه يا اخي. انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزاره؟ خليه اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزاره مقلوبه. اتفضل. خير؟ تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ايه؟ وكيل الوزاره بيقول يا رمضان يا ابني ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزاره وبيبتسم لي ابتسامه ذات مغزى. شوف هذه اهميه ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزاره شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء. شوف الحلاوه يا راجل ده انا حكيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت. سراب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطب الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير؟ كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجهتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم دي يختش على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله نيل اتجوز فيها. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطروا عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوا المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوس، بدليل انه عمره ما ادى الا للمدير العام والمراقب العام والمشرف العام والمتنين العام. على كل حال يا ابني، اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي؟ هديك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه. فين؟ في السلوم. في السلوم؟ المستقبل كله هناك. لا وايه، الجمعيه عامل المتر هناك ب50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعت علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص، وديتهم للترزي قلت اعملهم لي اي حاجه. عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه بالظبط زي ما قال لفندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك انا. هتودي نفسك في ده يا سيدي الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا ولنا حاج مامور، يلا وحد ابوك خلصت، يلا يلا اعمل اي حاجه. البيه الوكيل هيبقى يتصرف، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان. يلا. حاضر حاضر يا سيدي. خدوا يا رشيد حسنين حطوا في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ. زخرت وجعلت زخر العداله. يلا يا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام ما تخافش. امشي خايف من ايه؟ يلا نجرب قدام امشي.